Dedicarle un insulto racista o un gesto racista a un jugador de fútbol porque compres una entrada en un estadio, desde hoy, además de ser vergonzoso y bochornoso, es un delito. Sentencia histórica, así lo ha decidido un juzgado de Valencia. Los 3 aficionados que prefirieron aquellos insultos racistas a Vinicius han sido condenados a 8 meses de prisión, 2 años sin entrar a un estadio, una carta que han escrito pidiendo disculpas a Vinicius y además pagar los costos de todo el proceso judicial. No está mal para que algunos borregos tomen nota. Es una sentencia. علاش نبغيو الاسبان اخوتي الاسبان اخوتي. اول حاجه مع القضيه الفلسطينيه مستعرفه بالدوله الفلسطينيه. ثاني حاجه والله ما يديو لك حقك، خدمت تدي حقك، خدمت على وراقك تدي وراقك بلا مشاكل بلا والو. ثالث حاجه خاطيهم العنصريه، خاطيهم الراسيست. فينيسيوس لعاب كبير تاع ريال مدريد، زوج من الجماهير كانوا سبوه بعبارات عنصريه ما خلاو، ما قالوا له يا القرد يا كذا يا كذا. حكموا عليهم ب8 شهور نتاع الحبس وعامين ما يدخلوش للصطاد ومولطا من الفوق اموند، ويزيدوا يكتبوا له كارطه يطلبوا به السماح. هذه هي دولة الحق والقانون، ماشي بحال واحد الدولة واحد البلاد حاضيه غير المسلمين والعرب، جايباها من موراهم المسلمين والعرب ما نعرف واش حاسبين على رواحهم. بصح كاين الفرق ما بين دولة التاريخ نتاعها دامي غير القتيلة والدماء والاستعمار، ودولة عاشوا معها المسلمين القرون والعرب ومازال عايشين معها لحد الآن. وآراء نتاعكم في لي كومونتير، وما تنساوش تدعمونا بجام.